عاملين ايه يا اصدقائي؟ هحكي لكم النهارده عن كريستيانو واحسن لعيب في العالم لكرة القدم. ده كريستيانو وكان بيلعب في الشارع مع اصحابه. مامته ندهت عليه وقالت له يلا عشان تتغدى تطلع حالا، ودخلت جوه هي وعمته. وقال لمامته ثواني بعد اذنك يا ماما، انا هلعب 5 دقايق اجيب جون كمان وهطلع على طول. وكان بيذاكر، ما كانش منفض لدراسته لكن كان على طول سرحان في الكوره. وكان المدرس بتاعه بينفعل عليه وبيقوله ليه مش مركز، يقوله نفسي ابقى لعيب كوره. لحد ما باباه جاب له كوره قدم واداها له وقال له كريستيانو كان بيتمرن نهار وليل وتحت الامطار، لكنه كان ودود جدا وكان بيحب يعمل كل حاجه بلطافه، وكان بيكنس الشارع من غير ما يتكسف. وجه اليوم اللي يسافر فيه عشان يلتحق بالنادي اللي كان باعت له عشان يخش الأكاديمية. ولما سافر ودخل الأكاديمية كانوا بيسخروا منه لكنه كان عادي عشان عنده حلم ومصدقه. وكان بيبكي طول الليل لما كان بايت لوحده، وكان بياخد صورة مامته في حضنه وكان بيعيط. وبعد كده بدأ يتمرن نهار وليل وليل ونهار، ومع أول بداية لأول ماتش كان قاعد على دكة الاحتياطي. وجه المدرب بتاعه نبه عليه انه هيبدل مع زميله وهينزل النهارده لأول مرة الملعب. وكان متشجع جدا وكان جاهز. كريستيانو كان جاهز جدا ونزل على طول وباحترافية وشاط أول كورة وقام مطلعها من اللعيب اللي قدامه وقام شايطها جايبها جون. وكان على طول محترف وكان بيآمن بنفسه إن هو هيكون لعيب قوي جدا في يوم من الأيام. واتشهر، وبعد ما اتشهر اكتشف إنه هو تعبان وعنده ثقب في القلب، وقعد يبكي قدام المستشفى وكان حزين جدا. وراح عمل العملية وكل ده مر بيه كريستيانو وهو لوحده، ما كانش معاه ولا باباه ولا مامته. وخرج من المستشفى ولما بدأ يتعافى بدأ ان هو يمشي على التريد ميل واحدة واحدة وينظم في اكله، وكان عامل نظام غذائي. ورجع للملاعب تاني واتشهر واتقال في الجرايد انه في موهبة جديدة ظهرت، والموهبة دي اسمه كريستيانو. ومضى العقد بتاعه مع النادي الاحترافي الكبير وبدأ في أول مسيرة حياته، وكان بيتمرن بقوة. والتلفزيون والإعلام كانوا بيتكلموا عنه إن كريستيانو بقى علامة مميزة في كرة القدم. وكان متواضع جدا جدا جوه الملعب، مفيش مرة ينزل الملعب إلا لما يسلم على جمهوره، والأطفال كلها كانت بتحبه عشان على طول بيلاطفهم وبيلعب معاهم. ورجع تاني بلده بعد ما احترف وعمل كل حاجة ممكن تتعمل مع الأطفال، وحب عمره اتجوزها. وبعد كده هما الاتنين كانوا مع بعض باقي حياتهم، وهي كانت بتتكلم عنه وهو كان بيقرأ مذكراتها بحب. ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك وفعل الجرس عشان تشوفنا تاني.